في معتقدات ناس كتيرة ماشية وراها بخصوص الأسنان، بس الحقيقة إنها خرافات، ولو لسه مصدقها وبتعملها فأنت حرفيا بتدمر أسنانك بنفسك. في الفيديو ده هقول لك على 5 من أخطر الخرافات اللي منتشرة بين الناس. أول خرافة معانا وهي إن لو أسناني مش بتوجعني يبقى أنا كده تمام. الخرافة دي خطيرة جدا، وده لأن التسوس في مراحله الأولى مش بيبقى فيه ألم أصلا، واللثة لو ملتهبة ممكن ما تحسش بالألم، لكن الحقيقة إنك لازم تروح لدكتور الأسنان بانتظام حتى لو مفيش وجع. أنا عارف إنها حاجة مش منطقية بالنسبة لناس كتير، وإن أغلبنا مش بيعمل كده، لكن كان لازم أقول لك برضه. تاني حاجة معانا غسيل الأسنان بعنف. ناس كتيرة بتعتقد إنها لما تغسل أسنانها بعنف يبقى أنا كده بغسل أسناني أحسن، لكن الحقيقة إن ده بيجرح اللثة وبيضعف المينا وبيخلي الأسنان تتآكل أسرع. لكن الحقيقة إن غسيل الأسنان بلطف وبحركات دائرية هو الأصح. تالت حاجة معانا المضمضة بعد الأكل على طول أحسن. تفتكر إنك لو مضمضت أسنانك أو غسلت أسنانك على طول بعد ما تاكل يبقى أنت كده بتحمي أسنانك؟ بالعكس، الأحماض اللي بتيجي من الأكل بتخلي طبقة المينا لينة شوية، وغسيل الأسنان على طول بيخلي المينا تتجرح أكتر. لكن الأفضل إنك تستنى نص ساعة قبل ما تغسل أسنانك. وقبل ما ندخل على النقطة الرابعة ما تنساش لايك شير سبسكرايب، يعني زق معايا الدنيا يعني. النقطة الرابعة معانا وهي إن غسول الفم بيغني عن الفرشة والخيط. ناس كتيرة بتعتمد على الغسول وبتعتقد إنه ده كفاية، لكن الغسول ما بيشيلش بقايا الأكل اللي بين الأسنان ولا بيزيل البلاك. لكن الحقيقة إن الغسول مكمل مش بديل أبدا عن غسيل الأسنان والخيط. تالت حاجة معانا وهي إن الأسنان اللبنية مش مهمة عشان كده كده هتتبدل. دي من أخطر الخرافات عند الأهالي. الأسنان اللبنية بتحافظ على مكان الأسنان الدايمة وبتساعد في المضغ والكلام، فمعنى كده إن لها تأثير على شكل الأسنان الدايمة بعد كده، فإهمالها بيخلي الطفل يعاني من مشاكل لحد ما يكبر. لكن الحقيقة إن إحنا لازم نهتم بيها زيها زي الأسنان الدايمة بالظبط. الخمس خرافات دول للأسف في ناس كتير لسه مصدقاهم، وبسببهم أسنانهم بتبوظ وهم مش فاهمين السبب. وعايزك تقول لي في الكومنتات دلوقتي أي واحدة من الخمس خرافات دول كنت مصدقهم. في النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.